جيت بقى للفراخ اطمن عليهم واشوفهم عاملين ايه. تمام. واقول لكم واسالكم سؤال: ايه اللي مختلف في الفيديو ده عن الفيديوهات اللي فاتت؟ ايه اللي مختلف؟ حد عارف؟ هبص دلوقتي شوفوا معايا وقولوا لي ايه اللي مختلف. فين البط؟ فين البط يا جماعه؟ راح فين البط؟ انا هقول لكم راح فين البط. عزلنا البط عن الفراخ. البط عكاك بيغرق الدنيا ميه، فما حبيناش ان احنا نعرض الفراخ البيضه بالذات لاي برد او اي حاجه، ففصلناهم عن بعض. سيبنا الفراخ الفيومي مع الفراخ البيضه، ونقلنا البط بعيد عنهم خالص. البط المسكوفي هو قدامهم الميه والعلف بتوعهم هم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حالتهم العامه كويسه زي الفل. عايزه ازود لهم بقى، نبدا بقى بالخلطات والوصفات معاهم. عايزه ابدا معاهم كده. هم لسه ما كملوش اسبوع. هم ما شاء الله لا قوه الا بالله. زود لهم بقى رشه تبن كده تحت رجليهم طول الوقت، بزود رشه التبن عشان دايما يبقى عندهم احساس بالدفى هم. وبعدين تيجي تمسكي الفرخ كده عشان تعرفي الدنيا درجه الحراره مظبوطه. للناس اللي ما عندهاش الناس اللي ما عندهاش ترمومتر للحراره، تمسكي الفرخ كده وتمسكي الكتكوت كده وتمسكي رجليه اهو. رجليه دافيه يبقى هو دفيان، رجليه ساقعه يبقى الفرشه مش مظبوطه وهو سقعان اهو. ما شاء الله رجليهم دافيه وزي الفل اهو ما شاء الله. بس شوفوا المنطقه اللي دايما يقعدوا فيها، يقعدوا تحت اللمبه هنا. فتحه التهويه انا ما بقفلهاش اهو، مزوداها، ما قفلتهاش لان انا لما دخلت عليهم قبل كده شميت ريحه الامونيا، عرفت ان فتحه التهويه مش مظبوطه، فتحت فتحه التهويه. هما بقى بردانين بيقعدوا تحت اللمبه، دافيانين بيتفردوا كده زي ما انتم شايفين كده في كل مكان كده اهو. هرش لهم رشه تبن ونروح نشوف البط.